صار زمان، صباح الخير. صار زمان احس انه اني ما مسويه ميك اب وياكم. اليوم ما راح اسوي ميك اب كامل، راح اسوي بس الاساس. ليش؟ راح اعلمكم تكنيك جديد اني تعلمته في يوم كنت طلع يموت، بس اني الصراحه اثبت لي انه كلش حلو هذا التكنيك البارحه. ليش؟ لان من كنا نوقف على البوثات ناس ما نعرفهم يعني واجانب يقولوا لي شو مسويه بالاساس مالتش طالع هيجي يموت. تعالوا اعلمكم اياه. اليوم ما حابة استخدم فلتر هذا الاختراع لازم تشتروا بنات، يعني ما اعرف اشتروا من اي مكان. باي ذا واي والله مو اعلان، اصلا ما عندي تعامل وياهم. جيبوا اي شيء، انا راح اجيب هذه احط عليه نقطة، تشوفون نقطة. جيبوا اي اساس عندكم، انا اريد اجرب هذا مال بلقيس. دقيقة. اوكي، بعدين اخذ النقطة من اي اساس انتو تريدوه. كون هذا جديد وشوية أغمق من بشرتي، بس اوكي احنا بس اليوم نسوي الطريقة بنات. يعني صدقا فتشي هاي النتيجة، فتشي اخلطها، احاول اقلل من الكمية. قبلها شو اسوي؟ احط هذا البرايمر مال انه انا بيه كلش حلو، كلش عجبني من وصلني لحد اليوم اني استخدمه. احطه بهاي الطريقة. اوكي، اسفة على هاي، ما ادري يعني قررت تطلع بس مو مشكلة. هسه شو اسوي؟ هاي تشوفوا هالكمية خلطتها، ابدي اوزعها بهاي الطريقة. شو يصير بهاي الحالة بنات؟ يصير مثل راح تقلل من كثافة وسمك الأساس على البشرة. شايفين مرات من نحط أساس كلش حلو يطلع بس تحسوه ثقيل على البشرة، يعني مبين. فبهاي الحالة انتو كأنه دا تخففوه، اوكي، وبنفس الوقت تغطيه، يعني راح يحتفظ بجزء من عندها. إذا هو فل راح يصير ميديوم. بقى ما خلصت، انتظروا. أنا ما أريد أطول عليكم، بس أريدكم ما تفوتوا. شوفوا أعلمكم طريقة. إذا أنتوا اكتفيتوا بالكفرج مالته، هسه أني كلش مكتفية. إذا أنتوا تريدون بعد انتظروا هيك ثواني، مثلا كملوا حواجبكم ورا ما وزعتوا أول طبقة ورجعوا وزعوا ثاني طبقة بنفس الطريقة، راح يزيد شو اسمه زين. أنا طبعا هسه راح أستخدم كونسيلر عراق، تعرفون هاي العينة مال المصنع. فأخلي هنا هاي ماكو داعي احط لها، يعني هي مبينه ايش قد ما اخبيها راح تظل. شويه هنا شويه هنا وادمج. زين، هسه اهم خطوه راح تحليه. تجيبون، اني اخذ هذا مال سماش بوكس، اوكي، انتوا تقدرون تاخذون اي واحد. غرقوا وجهكم بيه، غرقوا كانهم داخلين وجهكم بمي ومطالعيها، ولا تدمجون. قريب ما تحسوا من ما مليتوا، بس هاي الخطوات راح تحلي الاساس مالتكم بطريقه تدعوا لي وراها. قريب ما حسيتوا انه هو، اريد بعد اخليه لان حسيت انشف. قريب ما تحسوه راح ينشف، تاخذون بيوتي بلندر وتدمجوه. طبعا هاي الفتره صار كلش اعتني طريقه الاساس. حتى بالعرس من رحت الاساس كان يموت، لان ما اعرف اكمله وياكم، لان طريقه طويله شويه هي، بس تتحلي كومه من الاساس. اوكي، وراها شو اسوي؟ انا بالنسبه لي راح احاول حلو بهاي الطريقه. يعني باعوا انا حطيت طبقات، بس طبقات خفيفه، بس بنفس الوقت طلع الوجه فشي. اني احب كلش هذا، كلش احبه. كونتور كريمي استخدمه بهاي الطريقه، وهاي الطريقة بالضبط هيك اسوي. وبعدين اخذ هذا مال هدى بيوتي، هم هذا اللون اعشقه، واخليه هيك اوكي وياه، وادمجهم سوية. بنات شنو النتيجة؟ ما احكيكم، خشمي هيك اكنترة. هسه تشوفون ايش بيه هذا مدي يمشي هيك اكنترة بالضبط. اخليه هنا، اخليه هنا بس. هسه شو اسوي؟ بدها تشوفون هيجي ادمجهم اثنينهم. النتيجة احنا متعلمين ندمج كل وحدة بواحد. لا 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 لا، النتيجة تطلع تموت.
اولك هيجي ماخذه ضربة شمس وبنفس الوقت انتي مكنترة الوجه. هاي الجهة مرطبة اكثر من البيوتي بلندر. اوكي باعم. بعدين شو اسوي؟ واللي تعلمته شنو؟ الباودر يا بنات لا تخلون كمية هواية. قبل ما احط باودر، وما ححط الباودر على كل وجهي، اجي اخذ بلاش وازيد هنا. لا تحسوا هواية لان هسه من تحطون باودر كل شي راح يتوازن. باودر وادمج هاي ويا البلاش. يعني تخيلوا بس تشوفون التكنيك، احنا متعلمين كل شي ندمجه على حدا وما اعرف شنو. الباودر هذه انا عندي مال ميك اب فور ايفر، جيبوها من اي براند يعني، بس ضروريه كلش. لا تحطون بالفرشه. انا كنت احط بالفرشه جوا عيوني، خاصه جوا العيون بنات، بهاي الطريقه تضغطون. باع الكميه، ما خلي هوايه، بس باع الفرق. يعني هذا التكنيك قلت لكم يا ربي يومي انا متعاجزه حتى اطلع طريقه توالم. احطه هنا باعوا. ما كثر بنات، يعني هل موجود يطلع احلى بمليار قاط من انه نحط كومة باودر. ما يطلع الوجه تحسوه مليان ميك اب. لازم تجربون هاي الطريقة. خلص تخيلوا الوجه